بقول لك يا ريكو، انا جاي لحد عندك هنا عشان اتكلم معاك راجل لراجل، عشان بعد كده يبقى عدان العيب وازح. مالك يا عم؟ في ايه؟ اهدى شويه. وايه الدخله اللي انت داخلها علينا دي؟ انا جاي لك بخصوص طليقتك اللي اسمها نوال. انا والجيران لا مؤاخذه حاسين يعني ان في حاجات مش مظبوطه بتحصل عندها. حاجات ايه؟ الواد زياد ابني جراله حاجه؟ لا، زياد زي الفل، بس احنا كذا مره نسمع صوت مزيكا عالي من عندها، ونسمع اصوات يعني مش ولا بد. طلعت عشان اتكلم معاها بالحسنى وبالاصول، ولا عيب اللي بيحصل ده ما عجبهاش كلامي، هم زعيق وصريخ وصوتها جاب المنطقه بحالها. ولانك ابو الولد فجاي اكلمك عشان يهمك سمعته، وانا راجل اصيل ما رضيتش اعمل محضر فيك وفيها. ليه؟ لانك بتدفع الايجار اول باول. بس بصراحه بقى انا جبت اخري من الست دي، خلاص طهقت منها. بقول لك ايه، ما تاخدها بقى البيت عندكم تقعد معاك وتريحنا من شرها يا اخي. ربك المستعان. والله لا اجيب رقبتك يا نوال وادخل فيك السجن تاني. ما توديش نفسك في داهيه. اوعى يابا، استنى يا ريكو. اوعى. خش يا ريكو، في ايه ما مالك؟ عليك، والله لا اجيب رقبتك. ايه ده بس؟ وسيب السكين. اوعى فاضي. ايه ده يا ريكو؟ اوعى ما تخليش تجنن عليك. يا فهد اوعى تجنن عليك يا عم. اطلع من زمانك، مالكش فيها يا فهد. يا عم اوعى، مالكش فيها. مؤاخذة يا عم رمضان، ما كانش هينك غير لما يتبنج، انا عارفه. كده برضه يا فهد؟ ما تهدى يا ريكو بقى، ما تبقاش عامل زي طول الهايب. فين السكينه؟ طب اهدى بس، ما دام اديك واحد انا نايمك للصبح. اهدى. انا مش هقبل يا فهد اللي المره دي بتعمله مع ابني. هتستفاد ايه لما تروح تقتلها؟ هتسجن وابنك هيتشرد، وبعدين دلوقتي انت مطلقها، يعني مالكش عندها حاجه. معصب نفسك ليه بقى؟ هي ولا تلزمني يا فهد، بس عشان ابني اروح السجن عادي. اهو الكلام ده بقى لا ياكل ولا يشرب. بص يا ابن الناس، انت حبيبها وعاوز تردها وروح ردها، انما شغل الحك ده وعيني فيه واقول اخي ما ينفعش. بالعقل كده نتاكد الاول انها عارفه حد. والله لو اتاكدت روح اقول لها انا الكلام ده مش لادت عليا ويخصني ابني وعاوز ابني معايا. انما بقى لو فارقه معاك وغيران عليها ده كلام تاني. يا عم قول كلام يخش العقل يا عم، ولا تفرق معايا تولع مطرح ما هي قاعده. يبقى تسمع الكلام اللي بقول لك عليه وتمسك العقل، بدل ما تلبس احمر وهي تلبس ابيض وابنك يتيتم. اهدى والصباح رباح. بكره الصبح يا عم انا هاجي معاك ونشوف الحكايه دي دايره ازاي. لا يا عم، انا الحوار ده هحله بطولي، محدش يجي معايا. خلاص روح لوحدك، بس الصبح لما تكون هديت. والله يا ابني انا ما كنت موافق على الجوازه دي خالص. نوال دي اساسا ست مش كويسه، انت اللي مشيت ورا قلبك. معلش بقى يا عم مروان، مش وقت الكلام ده، اللي حصل حصل. ابنك راجل وده محامي. وما صاحب استغفر ربك كده وصلي لك ركعتين، ما تفكرش كتير. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. كتر خيرك يا ابني، كتر الف خير. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. كباري رد عليها عشان خاطري، زعلك ده بيقطعني والله. سامحيني ورد عليا عشان خاطري. عايز ايه يابا؟ مش عملت اللي في راسك؟ سيبني في حالي بقى. كناري انا عارف ان انا قصرت في حقك كتير وجيت عليك كتير، بس عليك النبي ما تزعلي مني. مش بالكلام يابا، حنية الأب مش بالكلام في الهوا، بالفعل. وانت عمرك ما عملت لنا حاجة حلوة أبدا. ده البنت الصغيرة بقت خايفة منك. شوف بقى هتغير خوفها منك ازاي. صدقيني اتغيرت يا كناري، ثلاثة بالله العظيم اتغيرت، وبعدت عن العالم بتوع الحفر والآثار والكلام الفاضي ده. خلاص انتوا اللي ليا في الدنيا، وثلاثة بالله العظيم لو حصل مني أي حاجة تزعلكوا تاني اعملوا فيا ما بدلكوا. فكك يابا، فكك من الشويتين دول عشان مش هيخيلوا عليا. انت ياما قلت وانا ياما صدقت. طب انا اعمل ايه في نفسي دلوقتي؟ اعمل ايه في نفسي يا كناريا؟ اقعد اعمل نفسي قدامك دلوقتي؟ ثلاثة بالله العظيم اتغيرت، على انطلاق الثلاثة اتغيرت، والله اتغيرت.
بس سامحيني سامحيني عشان خاطرك انا، سامحيني. خلاص يابا، ما انت ابويا برضك، واي بنت في الدنيا تتمنى ان ابوها يفضل عايش عشان يحميها ويحافظ عليها. بس مش غريبة يعني، غريبة انك تغير رأيك في يوم وليلة في حوار الآثار ده. صحيت من النوم بنتي لقيتها قلبي مقبوض، كنت حاسس ان انا بموت. جريت بسرعة صديت، وقفت على سكات الصلاة، طلبت من ربنا ان انا ابعد عن الناس دي، الناس اللي هيدمروا حياتنا يا بنتي. بعد ما صليت حسيت خلاص ان انا فقت، مش شايف حد في الدنيا خالص الا انتوا. عشان خاطري انتوا مكسبي في الدنيا وفي الاخره. عشان خاطري سامحيني يا كناري، ما تزعلوش مني، تزعلوش مني عشان خاطري. خلاص يابا، خلاص. خلاص يابا.